اعرف لو انا بني ادمه نحيفه او انا اوفر ويت او انا في النص او انا جسمي مظبوط او انا ايه مشكلتي، سمنه درجه اولى سمنه درجه تانية. مش اللي هو بالشكل كده، مش حد يشوفني يقول لي ده انت جسمك حلو. ممكن يكون جسمي حلو بس لا من وجهه نظرك انت، بس هو من جسمي مش صحي. ممكن يكون جسمي لا اوبيز وتيجي تقول لي لا جسمك حلو، جسمي رفيع تقول لي لا ده انت عود فرنساوي. بنحسب الحوار ده او بنعرفه عن طريق حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم البي ام او. ده بنحسبه ازاي يا دكتوره؟ بتحسبيه في البيت عادي من غير ما بتروحي عياده ولا اي حاجه، او ممكن تعملي انبادي وهيظهر لك فيه. بيكون وزنك الحالي على مربع الطول. يعني لو انا مثلا وزني 50 كيلو وطولي متر وسبعين، يبقى انا وزني 50 على 1.7 في 1.7 او 1.7 تربيع. هتطلع لي النتيجة ما بين 18.5 وال25. ده الريفرنس بتاعنا، الرينج بتاعنا اللي بنقيم منه. لو انا اقل من 18.5 يبقى انا كده مريضة نحافة رسمي. محتاجة بقى اعمل تحاليلي زي فيتامين د، اعمل غدة، اعمل سكر او تراكمي، اعمل فيتامين د قلنا، او اعمل ايه سي بي سي وصورة دم كاملة وهيموجلوبين، اعمل ايه وطبعا ستول اناليسز لو في اي حاجة في البروز بتاعي، اتش بايلوري اللي هي جرثومة المعدة. لازم اخد فكرة الايه، ناخد بقى سكة النحافة. طيب لو هو من 18.5 ل25 يبقى انا كده مظبوطة في النورمال رينج بتاعي. طب لو انا اكتر من 25 يبقى انا كده بداية دخول سمنة، معاك 25 30 35 يبقى انا كده ايه على حسب ده سمنة درجة اولى وسمنة درجة تانية. يبقى انا كده في مرحلة السمنة، فلازم الحق نفسي عشان خاطر مقاومة الانسولين، عشان خاطر الكبد الدهني، عشان خاطر امراض القلب، عشان خاطر حاجات الايه امراض السمنة. لان يا جماعة السمنة مرض وليس عرض. يعني السمنة مرض في حد ذاته، مش خاصة ان هي مرض، عشان خاطر تلحق الدنيا وتلحق نفسك، ما تسيبش نفسك لايه للدنيا كده. مش حد يقول لك جسمك حلو يبقى جسمك حلو، حد يقول لك جسمك وحش يبقى جسمك وحش. لا، تبقى فاهم انت انا كده جسمي مظبوط ولا جسمي مش مظبوط. انا كده فاهم ان انا محتاجه اخس 3 كيلو عشان ابقى مثلا من 18 ونص ل 25، او محتاجه ازيد 4 كيلو عشان ابقى من 18 ونص ل 25. لان سوء التغذيه مضر سواء في الحالتين، يعني لو نحافه او اوفر ويت او سمنه. مش اللي هو مش معنى ان انا نحيف ان انا كويس ابدا، ده صحتك في الضياع، مفيش صحه. مش معنى ان انا اوفر ويت بقى وتخين كده ده انت واد صحي، لا. فهمتوا؟ متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه، وهسيبوا لو عندكم اي سؤال في الكومنتات سيبوه وانا برد لكم الكومنتات والله. ولو بتشوفوني على الفيس متنسوش تعملوا الفولو. تمام، وهسيب لكم برضو عنوان العياده عشان اي حد حابب يحجز. والحجز يا جماعه عن طريق رقم التليفون، الحجز في العياده عن طريق رقم التليفون عشان المشاكل المتكرره.